شايفين بقى البيتزا التحفه الجميله القمر دي؟ عايزه اوريها لكم بعد ما طلعت من الفرن. قمر قوي، فراخ تحفه جميله سخنه بس انا مش عارفه امسكها. تمام، شايفين عامله ازاي؟ جميله قوي، تحفه مستويه وحلوه. تعالوا يلا بينا ما اقول لكم عملناها ازاي. جميله قوي وسريعه، وتعمليها في اقل من 10 دقايق تجهيزها، وفي الفرن بتاخد من ربع ساعة لتلت ساعة، وتكون معاكي احلى بيتزا للاطفال او فطيرة حادقة جميلة وحلوة قوي. عسل، الفراخ اصلا فيها مستوية، احنا حطيناها مستوية فهي جميلة قوي. وتعالوا يلا ما اقولكم عملنا الحاجة التحفة والقمر ده ازاي. تعالوا بقى نشوف البيتزا السايلة دي عملناها ازاي. مبدئيا كده معايا كوبايتين من الدقيق، ادي اول كوباية، تاني كوباية، معايا معلقة كبيرة سكر، ومعايا معلقة صغيرة ملح، معايا معلقة صغيرة خميرة، ومعلقة كبيرة لبن بودرة. هستخدم بقى الكوبايتين دي كوبايتين مية، هستخدم بقى كوبايتين مية للعجن، ماء فاتر من الحنفية. نخلط بقى المكونات دي مع بعضها. طبعا العجينة عندي سايلة، انا عباها كده، هسيبها بس ترتاح لحد ما اقطع الخضار بتاعي، الطماطم والفلفل، واجهز المكونات اللي هحطها في البيتزا. عندي العجينة ارتاحت 10 دقايق، هنزل عليها معلقتين كبار من السمنة، وهنزل بيه المكونات بتاعتي، طماطم وفلفل، تمام، وهنزل بيه فراخ شاورما مقطعينها، وهنزل بيه الجبنة الموتزاريلا بتاعتي، وهقلب كل المكونات دي مع بعضها، وهنقلها في قالب، وهدخلها الفرن على رف اوسط على درجة حرارة 180 لمدة تلت ساعة. هنزل بقى بالبيتزا بتاعتي بعد ما دهنت الصينية بمادة دهنية. هنزل بقى بالبيتزا بتاعتي كده، اوسعها كويس، تمام، وهدخلها بقى على رف اوسط زي ما اتفقنا على درجة حرارة 180 لمدة تلت ساعة. شايفين بقى القمر بتاعنا طلع من الفرن وعامل ازاي؟ تحفة جميلة حلوة قوي.